السلام عليكم مجددا إخوتي المغاربة الكرام، سواء المشتركين في قناتكم قناة مروكي سبورت، وحتى كذلك الجدد وغير المشتركين لأول مرة غيشوف هذه القناة. كنحييكم وكنقول لكم شرفتونا ونورتونا، نور الله طريقكم وبصيرتكم، ومرحبا بكم. إلا بغيتوا تنضموا وتشتركوا بالقناة ديالكم، قناة مروكي سبورت اللي هي قناة مختصة في كل ما يخص أخبار ومستجدات المنتخب المغربي واللاعبين المغاربة، سواء في الدوري الوطني أو الدوريات الأجنبية. إذا إخواني، في هذا الفيديو غادي نشوفوا جوج ديال المواضيع والأخبار والتساؤلات اللي لاحظت أن أغلبية المغاربة كيسولوا في التعليقات على القنوات الأخرى وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا ناخذ واحد النظرة شاملة على هذه المواضيع قبل ما ندخل في التفاصيل ونبين الحقيقة ديالها ونشرح لكم شنو كاين. قال لك واش فعلا كاين خلاف واحد القطيعة بين الناخب الوطني وليد الركراكي ورشيد بن محمود؟ واش غادي يتم الإقالة ديالو والاستغناء على الخدمات ديالو واستبداله بشخصية أخرى؟ أما بالنسبة للخبر الثاني كذلك غادي نشوفوا التطورات والمستجدات ديال إصابة حكيم زياش والمستقبل الكروي ديالو، حيث فعلا بعض الصحف التركية نشرت تقارير وأخبار رياضية كتأكد باللي إدارة نادي الشباب السعودي مهتمة بشكل كبير بزياش. المهم الإخوان ندخلوا في صلب الموضوع الأول اللي متعلق بالخلاف بين الناخب الوطني وليد الركراكي والمساعد ديالو رشيد بن محمود. واش فعلا كاين شي نفور ومشاكل بين هاد الجوج ولا غير أخبار من الصحف المغربية بدون مصدر رسمي، خصوصا بعد انتقاد رشيد بن محمود لاختيارات وليد الركراكي في مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا في دور الثمن؟ وبطبيعة الحال أنا شخصيا متفق مع السيد رشيد بن محمود، انتقادات ديالو للركراكي فيما يخص الاختيارات ديالو في مباراة الثمن النهائي اللي كانت فعلا سبب من الأسباب ديال الإقصاء ديالنا. المهم دخلت قلبت مزيان وقريت على الموضوع في أغلب وأشهر الصحف المغربية وكذلك على مصادر مباشرة كتصريحات بعض الموظفين في الطاقم التقني للمنتخب المغربي. فعلى ما فهمت من كل المقالات والمصادر المطلعة، هذا الخبر مجرد استهلاك إعلامي، وكل صحيفة كتأول الموضوع وكتقول باللي الأوساط الرياضية ومسؤولي الجامعة وعلى رأسهم المدرب وليد الركراكي داروا واحد اجتماع، واحد النقاش حول إعادة بناء وتغيير تركيبة الطاقم الفني للمنتخب، وغادي يغيروا بعض الأسماء. وهناك أخبار كتروج حاليا بأن من أهم هذه الأسماء اللي غيتم الإقالة ديالها وتغييرها بموافقة الركراكي هو المساعد ديالو رشيد بن محمود، وغادي يحطوا في بلاصتو المدرب السابق ديال الوداد الرياضي، ربما الأغلبية ديالكم غيعرفوه، اللي هو عادل رمزي. إذا إخواني الكرام، هذا الخبر حاليا لحد الساعة ما كاينش شي حاجة رسمية ولا شي قرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم داكشي اللي غيأكد ولا غينفي هذا الموضوع. في الناخب الوطني وليد الركراكي والجامعة كتبقى لهم كامل الصلاحية في الإبقاء على رشيد بن محمود وكذلك تغييره. إلا كان شي مستجدات في المستقبل غنوافيكم بها إن شاء الله. إذا بالنسبة للخبر الثاني المتعلق بحكيم زياش والتطورات الخاصة بالإصابة والمستقبل الكروي ديالو، واش فعلا غينتقل للدوري السعودي ولا غيبقى مع الفريق الحالي اللي هو غالاتا سراي؟ حيث بعض التقارير الصحفية التركية تداولت مؤخرا خبر غياب النجم المغربي حكيم زياش عن المباريات الحالية مع الفريق ديالو غالاتا سراي. هذا الشيء كامل بسبب الإصابة اللي تعرض لها مع المنتخب المغربي في المباراة ديالنا مع تنزانيا اللي تمكن فيها زياش أنه سجل الهدف الوحيد ديالنا اللي خلانا نصدروا المجموعة السادسة من دور المجموعات. بعض الصحف التركية كذلك أكدت أن زياش ما غاديش يقدر يلعب حتى شي مباراة مع الفريق ديالو حتى يتعالج تماما من الإصابة، وغادي ياخذ واحد فترة العلاج اللي غالبا غادي تكون ما بين 3 ديال السيمانات إلى 4 أسابيع. إذا فزياش غادي يغيب على المباريات ما لا يقل عن شهر. وحاليا زياش خدام مع الطاقم التقني ديال الفريق التركي كيدير تداريب خاصة بالاستشفاء باش أنه يقدر يتعالج بسرعة ويرجع المباريات الرسمية، حيث فعلا الفريق التركي غالاتا سراي كيعاني في الجناح الأيمن ومحتاج الخدمات ديال النجم المغربي. إلا أنه على الرغم من كل هذا الاهتمام بحكيم زياش من طرف الإعلام التركي، خرجت بعض التقارير الرياضية التركية وبعض الأنباء على أن زياش كيفكر في مغادرة البطولة التركية، وأن الوجهة المقبلة للاعب ربما غادي تكون البطولة السعودية، خصوصا أن نادي الشباب السعودي عبر على الاهتمام والرغبة ديالو في ضم حكيم زياش. فالبارح قريت في واحد صحيفة تركية أن النادي السعودي قدم واحد العرض لزياش قيمة ديالو 37.5 مليون يورو. هذا العرض جاء من بعد فشل صفقة الانتقال ديال اللاعب النادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب مشكلة طبية. إذا الإخوان، هذه هي الأخبار اللي كتروج حاليا سواء في الإعلام التركي وحتى السعودي وكذلك المغربي. ولكن حاليا زياش مازال ما خرج بشي قرار شخصي واش فعلا غادي يقبل صفقة الانتقال لنادي الشباب السعودي ولا غادي يبقى مع الفريق الحالي ديالو اللي هو غالاتا سراي، حيث قدم واحد الموسم رائع وتألق فيه بصفة كبيرة. إذا هذا الشيء اللي كان الإخوان ديالي في الوقت الحالي. إن شاء الله
الله غادي نحاول في الفيديوهات القادمه نتبع معكم المستجدات ديال هذه القضيه ديال حكيم زياش، وكذلك مساله الخلاف بين الركراكي ورشيد بن محمود. شكرا على حسن المتابعه، ومرحبا بالتساؤلات ديالكم والاراء ديالكم. حطوا لنا الاراء في التعليقات باش نقراهم ونستفد منكم كذلك، ويكون واحد التفاعل في اطار الرياضه واحترام الاخر واحترام للراي ديالو. شكرا على التفاعلات ديالكم سواء بالاعجابات او الاشتراكات. كنحييكم وكنقول لكم دمتم في رعايه الله. اراكم في فيديو جديد ان شاء الله.